انا عارفه كويس انك خايفه تبداي وتفشلي، ده طبيعي، بس اللي مش طبيعي ان خوفك ده يمنعك انك تحاولي اصلا. في ناس نجحت من تحت الصفر، متقوليش بقى واسطه وما تقوليش حاجات، لا، في ناس نجحت من تحت الصفر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فيديو هنطمن في بعض. الفيديو ده هنتكلم فيه لو انت شخص خايف انك تبدا في الحاجه اللي انت هتفكر فيها دلوقتي، نعمل ايه؟ عارفين ايه هي الصفة المشتركة ما بين الشجاع والجبان؟ هي الخوف. اصل بص اقول لكم على حاجة، اللي رايح يحارب ويروح وعارف ان هو ممكن يموت في الحرب دي ما تقنعنيش ان هو مش خايف. بس الفرق ايه؟ انه الجبان الخوف بتاعه خلاه خايف ان هو يروح، انما الشجاع خد الخوف كده معاه وراح يحارب بخوف، رايح وهو مش عارف اذا كان ده هو انتصار ولا هزيمة. زي ما احنا بالظبط خايفين ان ده نهايته نجاح ولا ده نهايته فشل. طيب النتيجة دي مش ممكن تبقى نهايتها حاجة تانية غير الفشل؟ ممكن تبقى نهايتها نجاح. ممكن الخوف اللي احنا كنا خايفينه ده بعد ما نخوض التجربة نقول ايه ده، الموضوع مكانش مستاهل، ايه ده احنا نجحنا. انا عارفة كويس انك خايفة تبدأي وتفشلي، ده طبيعي، بس اللي مش طبيعي ان خوفك ده يمنعك انك تحاولي اصلا. طيب ما انت ممكن تنجحي. على فكرة اقول لكم على حاجة، انا معتبرة نفسي ان انا بتكلم في مراية وانتوا سامعيني، فانا قبل ما ابدأ اي حاجة قلت لنفسي احنا ممكن ننجح. ايه الدليل ان احنا نفشل؟ في ناس قبلنا حاولوا وفشلوا. الناس دي بصمتهم نفس بصمتك؟ الناس دي حياتهم نفس حياتك؟ طب ثواني بس، في ناس فشلت، طب ما في ناس نجحت. وعلى فكرة الخوف من الفشل ده بحد ذاته فشل اصلا. انت دلوقتي لو خايف وما عملتش اي حاجة، هل انا كده ناجح؟ لا، انت فاشل، سوري، بس الفشل مستخبي. انت راضي بالفشل اللي مستخبي ومش راضي بالفشل العلني. ليه؟ عشان كلام الناس. هقول لكم على حاجة، انا مش خايفة ان افشل، لان معنى ان انا فشلت ايه؟ ان انا حاولت مرة واتنين وتلاتة وعشرة والف وما نفعش معايا المجال ده. فلما اجي اسأل نفسي بعد 5 سنين هعرف لا، ان المجال ده انا حاولت فيه وما نفعتش لانه مش مناسب معايا ولا مع مهاراتي، فميبقاش عندي جهل بالنتائج. الناس التانية دي اللي عمالة تتكلم وتبرطم بالكلام بس هي فاشلة، بس فاشلة من غير محاولة. على الأقل أنت فاشل ومحاول، عندك الشجاعة الكفاية إنك تنزل وتواجه وتحاول. على الأقل لما تيجي بعد 10 سنين تقولش يا ريتني كنت حاولت، لا، انت هتقولي لنفسك انا حاولت بس ده مش مناسب معايا. يبقى عندك سبب تبرر لنفسك بدل ما انت عندك جهل بالنتائج. واقول لك على حاجة، الشخص الناجح اساسا مش بيهمه كلام الناس. فانت عايز تبقى شخص ناجح، هاتلك سلة زبالة وارمي فيها كلام الناس، وكل ما تبقى سلة الزبالة دي اكبر كل ما تبقى ناجح اكتر. الدنيا دي كلها فيها آلاف المجالات، فيها آلاف الكورسات، وكل يوم بيطلع مجال جديد وبيترتب عليه كورس جديد. فالمجال ده مش تبعك، شوف غيره. طب غيره مش تبعي، شوف غيره. فدلوقتي الواحد ممكن يبقى ناجح بشهادة، ممكن يبقى ناجح بكورس، ممكن يبقى ناجح بمهارة. إمام عاشور ما بيعرفش يقرأ. فانت اللي موقف نفسك. اصل بص اقول لكم على حاجه، 50 سنه اللي هنعيش، 60 سنه، 70، اكتر معرفش، الله اعلم، ممكن اقل كمان، دول لما يخلصوا واحنا خايفين، لا انا خايف ان ابدا، لا انا خايف ان اعمل، هتبقى دنيا انت عملتش فيها اي حاجه. فكام سنه ان احنا نقعدوا نحاول فيهم نعمل فيهم حاجه جديده. كل حاجه جديده على فكره احنا مش متعود، عقلنا مش متعود عليها. عقلك لما تيجي تديله حاجه جديده هو بيفضل يمنعك في الاول عنها، لان عقلك اصلا وظيفته ان هو يخليك عايش. فلحد ما يطمن ان انت ايه ده، انت عملت الحاجه دي وانت ما متش، الحاجه دي ما تموتش، خلاص يلا كمل كمل. كلام الناس لما يتقال وانت في الاول هيضايقك، في الاول هتخاف، بس بعد كده عقلك لما يستوعب ان الكلام الناس ده اللي قالوه ده لا قيمه له، بس خلاص اذا انت لسه عايش بعد ما يتكلموا سيبهم يتكلموا. هيبقى ماشي في دمك كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وكرات كلاحه. اصل 50 سنه اللي احنا نقعدهم ولا 60 سنه ولا 70 سنه كده كده هيخلصوا. اليوم اللي احنا عايشينه النهارده كده كده هيخلص. طب ما يخلص واحنا عاملين حاجه، يخلص وانا دلوقتي عامله الفيديو. على فكره تردد اعمل الفيديو لا، بس قلت لنفسي الكلام ده انا بقول لنفسي اهو. اليوم هيخلص بس واحنا عاملين حاجه. هديكم مثال، 2 صحاب عايزين يتعلموا لغه، واحد بدأ فعلا هو يتعلم اللغه دي، التاني لا انا كنت بتكلم بس نفسي. بعد شهرين بالظبط اللي بدأ وصل لمستوى كويس في اللغه دي. طب واللي ما بدأش
ما وصلش لحاجه، مع ان الشهرين اللي عند ده هما نفسهم الشهرين اللي عند ده. بس الفكره في ايه؟ ان ده قرر والقرار بتاعه كان بعده فعل، انما ده قرر بس فما عملش حاجه. واخر حاجه ما تقارنش نفسك بحد، ما تبقاش انت لسه يلا يا هادي وتبص لحد تاني هو اصلا بادئ من بدري وتقول لا انا مش هنفع في المجال ده. ليه؟ لان في شخص احسن مني. كل حاجه احنا عايزين نعملها بنتعلمها. الكلام اللي احنا بنتكلمه واحنا صغيرين كنا بنتعلمه. المشي اللي احنا بنمشيه قبل ما نبداه كنا في الاول بنزحف، بعد كده واحده واحده بنبدا ان احنا نقف، بعد كده نبدا ان احنا نتعود على المشي خطوه، بعد كده تاني مره خطوتين، بعد كده تالت مره 3 خطوات. فكل حاجه احنا عايزين نعملها لازم نتعلمها قبليها، لازم نقعد فيها فتره. فمش هوب انا عايزه انجح في الحاجه دي، لا هو انا لازم اول ما ابدا فيها كده انا نجحت فيها. فما تقارنش نفسك بحد، لان لو قارنت نفسك بحد هتفشل من قبل ما تبدا اصلا. كمل استمر في الحاجه اللي انت بتعملها. في ناس نجحت من تحت الصفر، تقولش بقى واسطه وما تقولش حاجات، لا في ناس نجحت من تحت الصفر. الناس دي كل اللي عملوه ايه؟ انهم حاولوا، انهم وثقوا في نفسهم، انهم امنوا بنفسهم. وفيها ايه يعني؟ ما نجرب، هنخسر ايه؟ فبس دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. اسفة لو الارهاق باين عليا، بس انا فعلا كنت تعبانة النهاردة. بس انا حطيت هدف في دماغي ان انا كل يوم 4 هنزل فيديو، فعشان كده قمت وقلت لا هعملها وكده. اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى تبدأوا وما تكسلوش وما تهمكمش كلام الناس. بس كده اشوفكم على خير. جريشروز.